اهلا وسهلا كبيدات ديولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم طيبه ان شاء الله. اليوم البنات روتين جديد ولكن مختلف تماما على الروتينات اللي عودتكم عليهم ديما. ما كاينش البنات تحفيز ديال الشقه ولا شي حاجه، ولكن انما تحفيز ديال انكم تجربوا تجربه اللي هي جديده وتزعموا عليها، وان شاء الله غادي تكون ناجحه الا تبعتوا معايا البنات هاد الخطوات. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. غنبداو بالبنات بالتشيز كيك ديال لوتوس. المهم البنات بطريقتي، ماشي غادا نعتمد على شي طريقتي اللي تنديرها دائما في التشيز كيك، بصراحه تجي ناجحه. خديت البنات انايا البسكوي ديال لوتوس، طحنته بحال هكا وحيت منه واحد شويه باش هكا غنزين بيه في الاخر. هنا البنات جاني قليل، غادا نزيد عليه اي بسكوي متوفر عندكم، المهم انه يكون بحال هكا ما فيه لا شوكولا حتى شي حاجه. غادا نعاود نطحنهم حتى غادي نحصلوا على واحد كيكون عندنا واحد البسكوي اللي تيكون مرمل شي شويه، وغادا نزيدو عليه هنايا. يعني ما نطحنوش حتى يولي اون بود، خلى البنات تخلوه شي شويه مرمل. نزيدو عليه هنايا الزبده، وغادا نزيدو عليه هنايا معلقه كبيره ديال نيسلي كراميل. وغادا ناخذها البنات هذا الاطار اللي تيكون بحال هكا تيكون محلول من التحت. غادا نديرو ديريكتومون في الطبق ديال التقديم. غادا نوضع هذاك البسكوي هنايا كطبقه اولى، من بعد فانا غادا نبدا نبسطو بحال هكا بالمعلقه حتى غادا نحصل على واحد سطح تيكون متجانس. المهم البنات غادا نبقى نضغط عليه بالمعلقه بحال هكا بشويه بشويه. من بعد فانا غادا نزيد واحد الكاس اللي تيكون ما تيكونش عندنا فيه لي موتيف من التحت، تيكون سامبل، وغادي نوضعوه نبداو نضغطوه ثاني من بعد حتى غادي نحصلوا كيف ما قلت لكم على واحد سطح متجانس. هنا البنات خديت الكريمه اللي تتكون هنا عندي حلوه، خديت البنات هاد النوعيه هذه، بصراحه راه ما غالياش بزاف ولكن تجي زوينه. غادا نوضعها بحال هكا في المول اللي غادا نطرف فيه هاد الخليط كامل. غادا نوضع هنايا الكريمه وطبعا تتكون بارده. غادا نطلعها حتى نحصلوا عليها واحد القوام تيكون عندنا بحال هكا تيكون شاد راسو. من بعد فانا غادا ناخذ هنايا الجبن. البنات استعنوا باي جبن متوفر عندكم، ماشي بالضبط هاد النوعيه هذه، وإلا ما عندكمش كاع جبن ديروها البنات كيري. المهم انه لي تشيز كيك تيبغيو جبن. غادا نوضع هنايا كميه كيف ما تشوفوا ديال الجبن. من بعد فانا غادا ناخذ هاد الزبده ديال لوتوس اللي تكون عندنا بحال هكا، راه تتباع عند الهري، تتباع في لي غون سورفاس. غادا ناخذ البنات غير القريعه الصغيره، غادا نوضعها هنا، وغادا نزيد عليها هنايا معلقه ديال الكراميل ديال نيسلي كراميل. ومن بعد فغنطلعهم مع بعضياتهم حتى ينسجموا ليا، وغادا نضيفهم لهذيك الطبقه الاولى ديال البسكوي. المهم البنات راه ساهل ماهل ولكن تيجي لذيذ بزاف. المهم البنات انا هاد العشيوه هذه درتها، عيطت على عدوزتي قلت نشطوا مع بعضياتنا نجلسوا مع بعضياتنا. بصراحه شحال هذه وانا مستشهيه السوشي، وقلت شي نهار غادا نتقدى ليه وغادا نوجدو. صافي البنات هي ديك فاش قديت ووجدته قلت ضروري نعيط على عدوزتي تجي تجلس معانا وتنشط معنا حتى هي. بصراحه ما تنقدرش ناكل شي حاجه اللي كتكون زوينه بلي بها، وحتى هي الله يخليها لينا والله يعطيها صحه حتى ان شاء الله. المهم البنات هنايا خديت الروز، خديت هاد السيكالا هذا اللي تيكون مكركب وتيكون بيض. المهم البنات ماشي الروز كلاصي، البنات هذا اللي تيكون مكركب وتيكون كيف ما قلت لكم بيض. غادا ناخذه، غادا نضيف ليه هنايا الماء، وغادا نخليه حتى يتغطى كامل، وغنخليه على جنب حتى غادي يبيض لينا. انا غادا نوريكم كيفاش تيولي عندنا بهذا الشكل هذا، تيكون بهذا الشكل. صافي البنات راه كيف شفتوني ما غسلتو حتى شي حاجه. ملي غادي يبيض لينا بحال هكا غنحاول انني نشلو في هذاك الماء ديالو، ومن بعد فانا غادا نصفيه وغادا نشلو شي شويه في ديك الصفايه، وغادا نوضعو في واحد الكاسرونه، وغادا نضيف ليه الماء حتى غادي تغطى ليا مزيان. وانا غادا نوريكم شحال ديال الماء تقريبا خاصو يكون عندكم. ها نتوما البنات على حسب كميه ديال الروز، المهم ملي تخشوا صباعكم يتغطاو ليكم بهذا الشكل هذا. غادا نضيفو فوق النار، نوضعو فوق النار ونخليه حتى يغلى ليا. من بعد فانا غنقاص عليه وغنغطيه وغنخليه 10 ديال الدقائق بالضبط. صافي البنات وغادي نطفو عليه وغادي نلقاوه واجد. هنا البنات خديت الخل، انا ما عنديش الخل ديال الروز، خديت هاد الخل الابيض هذا. غادا نضيف فيه نص معلقه ديال الملح ومعلقه ديال السكر. خديت البنات غير نصف كاس ديال العنبه، غنحاول انني ندوبهم فيه مزيان. ومن بعد فانا غادا ناخذ الروز ديالي بعد ما كيف ما تشوفوا خويته هنايا في هذا البول راني ما مصفيه ما حتى شي حاجه، يعني تتحصلوا على بحال هكا. الا كان البنات باقي ما طابش
خليوه واحد شويه. المهم ملي تقلبوه تلقاوه طايب، تلقاو البنات الحبات بحال هكا تيكونوا معجنين واحد شويه، ولكن ملي غادي نضيفوا ليه الخل فهو غادي يتفكك لينا. المهم البنات ما تخافوش منه، غير تبعوا هاد الخطوات وان شاء الله غادي يجيكم واحد السوشي اللي ناجح بزاف بزاف بزاف. المهم البنات والمذاق راه ما يمكنش حاجه جديد. المهم البنات انا اول مره غادي نصيبو وبصراحه صدق ليا غزال. هنا البنات خديت ورق النوري ولا لي زالك، غادا ناخذ هنايا الروز ديالي غادا نوضعو فوق منهم، وغادا نستعن بواحد الطويصه فيها الماء باش هكا غنبدا نسرح هذاك الروز ديالي باش ما يلصقش ليا في ايديا. من بعد البنات فانا غادا ناخذ هنايا فيلم اليمونتير غادا نغلفو من الفوق باش هكا غادي يجيني ساهل، وانا غنشارك معكم البنات الخطوات كاملين باش هكا يجيكم ساهل. من بعد فانا غنقلبو، غناخذ هنايا الجبن اللي درت البنات في قبيله في التشيز كيك غادا نستعملو هنا، يعني هذا تيكون متعدد الاستعمالات. صافي البنات غادا ناخذ واحد الكميه ديال الجبن. هذا البنات هاد السوشي اللي غنشارك معكم دابا هادي بالضبط تكون بازيك، يعني غادي نلقاوها زعما ساهله وكلشي تيديرها. غادا ندير فيها هنايا الخيار بعد ما نقيوه وتنقطعوه، تنحيد ليه الزريعه وتنقطعو دي باطوني بحال هكا هو وخيزو. غادا نضيف لهم هنايا البنات الطون بعد ما صفيتو غادا نبدا نلوي. ضروري البنات تكون عندكم هاد الحصيره ديال السوشي الا كنتي مبتدئه، فهي تتسهل عليك بزاف بزاف. صافي البنات انا تنلوي وانا تنجبد هذاك الفيلم اليمونتير باش هكا ما يتلواش ليا معاه. تنحصل على واحد الباطوني اللي تيكون بهذا الشكل هذا. ها نتوما كيف تشوفوا غادا نرجع ليه هذاك الفيلم اليمونتير اللي انا غلفتو به في الاول، وغادا نوضعهم في الثلاجه. اي باطوني صيبتو غادا نوضعو في الثلاجه. هنا البنات خديت ثاني ورق النوري درت فيه هنايا الروز، وغادا نخليه واحد الطريف كيف ما تشوفوا اللي على برا، ما غاداش نوصل الروز الراس. غادا ندهنو هنايا بالمايونيز وغادا نوضع هنايا السوريمي. صافي البنات من بعد فانا غادا نضيف لهم هنايا لافوكا، وغادا نضيف لهم هنايا البنات ثاني طون البنات صفيوه مزيان باش هكا ما يطلقش لكم داك الزيت وسط منه. صافي وغادا نبدا هو نلويه بنفس الطريقه اللي لويت به الاخر اللي قبل منه، غير هو هذا البنات ما قلبتوش يعني لويتو بحال هكا. صافي البنات حتى هو غادا ندير ليه فيلم اليمونتير وغادا نخليه في الثلاجه حتى يشد ليه حتى هو راسي. ملي غادا نسالي هاد الكميه كامله اللي عندي غادا نلقاهم شدوا ريوسهم. خديت ثاني البنات ورق النوري درت ليه الروز، غادا ندهن ثاني بالمايونيز. غادا ندير هنايا صومون فيمي راه تيتباع البنات في لي غون سورفاس، غادي نلقاوه تيجي به السوشي لذيذ بزاف. غادا نضيف ليه هنايا البنات لافوكا حتى هي اللي قطعتها بهذا الشكل هذا، وغادا نضيف ليه هنايا الخيار. وصافي البنات هادشي اللي كاين وغادا نلويه. المهم البنات انا غادا نحاول انني نعطيكم تشكيلات. هنا راه شاركت معكم 3، انا بصراحه درت 4، غير هو البنات ديشارجا لي التليفون ما صورتش لكم كلشي، ولكن مهم ديروا البنات اللي متوفر عندكم عمرو به. ما كاينش ماشي زعما تبقاو مرتبطين بهذا الشيء اللي انا تنوريكم. هنا البنات درت النوري الروز، درت البنات هنايا الزلجلان بعد ما حمرته شويه، ودرت هنايا معاه الحبه السوداء وغادا نقلبهم. غادا ندير البنات ثاني هنايا شي شويه ديال الجبن. من بعد فانا غادا ناخذ هنايا الكروفيت اللي نقيته وصوطيته في بزارو مليحه، وغادا نوضعو بهذا الشكل هذا. وغادا نضيف ليه هنايا البنات الخيار صافي. وغادا نضيف هنايا الخيزو حتى هو اللي قطعته بحال هكا دي باطوني اللي تيكونوا رقاقين وطوال، وغادا نلويه حتى هو البنات بهذه الطريقه هذه. صافي البنات غادا نستمر بهذه الكميه كيف ما قلت لكم، ما ترتبطوش بهذا الشيء اللي انا عطيتكم بالضبط، يعني تقدروا تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم تقدروا تستعملوها وتعمروا بها. انا البنات هنا بغيت نشكل لكم باش هكا تاخذوا افكار. البنات هذه الروز بعد ما قلبته راني ما دهناه حتى شي حاجه من اللور، خليته بحال هكاك حتى البنات هادو غنقليهم وغادا نشارك معكم كيفاش غادا نقليهم. هنا البنات درت السوريمي، درت الخيار وخيزو، وهنا البنات درت المون كيف ما تشوفوا. وغادا ناخذ بحال هكا غادا نطويهم بهذا الشكل هذا. صافي البنات راه مازال جوج كالاخرين ما قدرتش انني نشاركهم معكم حيت كيف ما قلت لكم تشارجا لي التليفون. خديت هنايا كاس ديال الدقيق، غادا نضيف ليه هنايا 2 معالق كبار ديال النشا. هادو البنات غنصايبوا هذيك لاصوص اللي غادي نقليو فيها، اللي غادي نديرو فيها السوشي وغادي نقليوه. خديت البنات هنايا الملح والابزار. غادا نضيف شي شويه ديال التحميره غير راس معلقه بحال هكا كيف ما تشوفوا. غادا نضيف لهم البنات هنا واحد البيضه تكون متوسطه،
وغادا نضيف لهم من بعد الماء. بالنسبه للبنات الماء انا غادا نوريكم القوام كيفاش خاصو يكون في الاخر، حيت البنات ما عبرتش ليكم. صافي غنبداو نخلطوا بحال هكا حتى نحصلوا تيجانس لينا الخليط، وغادي نضيفوا واحد نصف باكيه ديال خميره الحلويات حتى نحصلوا على الخليط البنات يكون عندنا بهذا الشكل هذا. غادي ناخذوا البنات هذوك لي باطوني اللي قلت لكم ما زوقتهم حتى شي حاجه، خديت جوج بصراحه هما اللي خليتهم بحال هكا باش نقليهم. غادا ندير لهم هنايا هذاك الخليط اللي خلطت معاكم، وغادا نحاول انني نغطيهم كاملين، نغطيهم مزيان بهذاك الخليط حتى يتغطاو ليا كيف ما قلت لكم. من بعد فانا غادا ندوزهم في لا شابلور. بالنسبه للبنات لا شابلور الا عندكم هذيك اللي تيكونوا فيها دي مورسو بحال هكا كبارين تتكون بيضه، هذيك هي اللي تجي احسن. هذه راه تجي زوينه ولكن الاخرى تجي احسن، تجي كروسيونط. المهم البنات كيف ما تشوفوا انا غادا ندوزهم في هذيك لا شابلور مزيان مزيان. وغادا ناخذ هنا البنات واحد المقيله غادا نوضع فيها الزيت، ما غنكثروش الزيت بزاف غير شي شويه البنات، حيت غادي نبداو فاش غنكونوا كنقليو فيه غادي نبداو نقلبوه على الجوايه كاملين حتى غادي يتحمر لينا. صافي البنات المهم نردوا معاهم البال باش ما يتحرقوش لينا، ونبقاو ندوروهم بحال هكا تيتحمروا لينا من كاع الجوانب. هنا البنات السوشي ديالي راه صافي شد راسو. غادا ناخذ هنايا خاص ضروري سر من اسرار انه يتقطع لكم ويجيكم ناجح، هو ان الموس يكون ماضي. البنات انا راه جبت واحد جديد عرفتوا البنات الموس اللي ملي تيكون جديد تيكون ماضي بحال هكا البنات. وغادا نبدا نقطع فيه بشويه بشويه، ماشي البنات تزربوا، خذوا راحتكم في التقطاع ديالو. هنا البنات هذا تا هو كنت خليته سامبل زعما ما زوقته ما حتى شي حاجه، ولكن البنات درت فيه هنايا صومون فيمي في الفوق ودورت عليه السلوفان ودخلته برد بيه باش هكا غادي يلصق ليا عليه. صافي البنات هانتوما كتشوفوا من الداخل كيفاش تيجي ناجح، وفي التقطيع ديالو تيجي المنظر ديالو زوين بزاف. هنا البنات هذا بعد ما قليته هانتوما كيف تتشوفوا يعني تنحمروا من الجوانب كاملين، نخليوه ياخذ راحته في التحمار باش هكا نحصلوا على هذا اللون اللي تيكون عندنا بحال هكا مذهب. وهنا البنات نحاول انني نوريكم كيف تيجي من الداخل، اما المذاق راه ما نعاودش لكم. المهم البنات جربوا هذه الطريقه اللي انا شاركت معكم وان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. صافي البنات هذه كيف ما تشوفوا ما زوقتها ما حتى شي حاجه، خليتها بحال هكا سامبل. المهم حاولوا انكم تشكلوا به كيف ما بغيتوا باش هكا ملي ديروا الطبيله ديالكم يكون عندكم متنوع. البنات حتى هذه خليتها غير بالرز بيض ودخلتها البنات هنايا المونغ قطعته البنات طريفات رقاقين بهذا الشكل هذا، ودرتو حتى هو من الفوق ودورت عليه السلوفان ودخلته باش هكا يبرد عليه كيف ما بحال كيف درت في الصومو وثاني يلصق عليه. صافي البنات غادا نستمر بحال هكا في التقطاع حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي هنايا. البنات هنا التشيز كيك ديالي حتى هو راه وجد، خرجته من الثلاجه درتو البنات غير في الثلاجه، هو فاش يدار في الثلاجه راه تيشد راسو مع فيه داك الجبن تيشد راسو. صافي وغادا نحيد ليه هنايا الاطار وغادا نزوقوا البنات. هنايا درت واحد جوج بسكويات ديال لوتوس وغادا نديرها البنات هذاك الخليط اللي كنت خليت معاكم هذاك البسكوي المطحون غادا نزوق به في الجناب. فريمون تيجي لذيذ بزاف بزاف بزاف. المهم البنات غير سمحوا لي في هذا الفيديو ما قدرت انا نشارك معكم هاد لا سوب هذه اللي تجي لذيذه بزاف. هذه نديرها بلي فخوي دماغ بالفيرميسيل وبلي شامبينيون نوار تجي لذيذه ان شاء الله. غادا نشاركها معكم في شي فيديو ضروري. المهم البنات هكا السوشي ديالي بعد ما وجد كيف ما تشوفوا جا مشكل وجا لذيذ بزاف بزاف بزاف. نتمنيتكم تكونوا كاملين معايا وتذوقوا، ولكن البنات حقكم في الجنه. وهنايا البنات تشيز كيك حاولنا اننا نذوقوا بحال هكا الطبيله باش هكا نسهروا مع بعضياتنا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جداد وفي روتينات جداد. خليتكم في امان الله وحفظه.